طرق البسكوت لا تعد ولا تحصى، وكل واحد ليه ذوقه الشخصي فيه. النهارده هقولك على طريقة البسكوت اللي يشرف بجد، اللي فعلا اي حد هيدوقه يقولك عملتي الجمال ده ازاي. بسكوتة كده تحسيها جاي من مكان فخم، شكلا اكنه نازل من من مصنع، مش من ايد ست بيت ابدا. النقشة ثابتة من غير ما يفرش منك نهائي، زي ما دخل الفرن زي ما خرج بالظبط، ولونه وطريقة التسوية اللي تخليه فوق زي تحت في فرنك البوتاجاز عادي جدا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض. اول حاجة هبتدي معاكم بالدقيق. انواع الدقيق كتيرة جدا برضو ملهاش عدد، اتكلمت في كل اللي يناسب وصفات النواعم في فيديو البيتي فور هتلاقوه على قناتي بالتفصيل الممل. النهاردة بس هزود معلومة انا ما كنتش قلتها قبل كده. لو انت عندك دقيق ومش عارفة هو استخدامه ايه او ده هينفع ولا لا، اقطعي لي عرقه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتشيلي من الكيلو الدقيق نص كوبايه او كوبايه وتبدليها بنشا وتقلبيها معاه، وبكده احنا نكون قطعنا عرق الدقيق خالص. انا النهارده مقداري كيلو دقيق هستخدمه كله، شلت منه معلقتين واستبدلتهم بكستر او نشا لو انتي هتستخدمي دقيق خاص للكحك والبسكوت، وبقلب وبكده يكون الدقيق بتاعي خلص. نيجي لمقدار الزبده. انا النهارده وصفتي هتاخد 600 جرام من الزبده، يعني حوالي 3 كوبايات من الزبده على الكيلو دقيق. حد يقول لي ايه كميه الزبده دي كلها؟ ده يا جماعه بسكوت كيس، مختلف تماما عن بسكوت المكن. بسكوت المكن تقدري تحطي فيه ربع كيلو من الزبده على مقدار الكيلو كله، لان ده شغل مكن. اما شغل الكيس لازم تكون في مقدار الزبده زياده شويه علشان يبقى سهل معاكي وانت بتنزلي من الكيس، عشان انت بتستخدمي ايدك فيه مش مكنه اللي بتلف. اتمنى تكون المعلومه وصلت. اهم حاجه تكون الزبده معايا طريه لينه بدرجه حراره المطبخ، يعني بتكوني مثلا مطلعاها من الصبح وتشتغلي في الوصفه بالليل، او تطلعيها من بالليل وتشتغلي في الوصفه الصبح. لازم تكون خدت الحراره كامله بتاعه المطبخ علشان تبقى سهله معاكي في الضرب لما بتحطيها مع السكر. وكده بكون اتكلمنا عن مقدار الزبده. تعالوا بقى نتكلم عن مقدار السكر البودر. انا معايا هنا كوبايتين اتنين من السكر البودر بمقام 300 جرام. تقدري تزودي السكر البودر لحد 400 جرام، بس الفكره ان كل السكر ما بيزيد بتحسي البسكوته بتفرش معاكي شويه، فمقدار 300 جرام ده ممتاز جدا على مقدار الكيلو. نيجي بقى لكميه السوائل اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. بالنسبه لوصفه النهارده انا محتاجه سوائل اعجن بيها. معايا 3 بيضات ونص كوبايه حليب. وزن الحليب 120 مللي. حد يقول لي مش عايزين بيض في البسكوت، طيب هنا انا مستخدمه 3 بيضات بمقدار سوائل كوب الا ربع، يعني البيضه الواحده بمقدار ربع كوب سائل. فاحنا لو شلنا البيض هنستبدله بكوب الا ربع سائل، سواء بقى حليب او عصير او برتقان مثلا او ميه، زائد نسبه اللبن اللي انا حطاها اللي هو نص كوبايه. اذا نسبه السوائل الموجوده كلها في الوصفه النهارده هي كوب وربع من السائل، حليب وبيض. العبي فيهم بقى براحتك، تشيلي حاجه تحطي حاجه براحتك خالص. ممكن تزودي كمان بالطين وتشيلي مقدار اللبن خالص ويصبح مقدار اسفه، يعني ممكن تشيلي اللبن وتحطي كله بيض، يعني يصبح مقدار البيض عندك 5 بيضات. اتمنى تكون المعلومه وصلت لحضراتكم. بالنسبه بقى للمنكهات، انا عندي حد يقول لي انا عايز بسكوت بالبرتقال، استخدمي فانيليا برتقال او اسانس برتقال وده بيجي من عند العطار. حد يقول لي عايز بسكوت جوز الهند، تقدري تجيبي اسانس جوز الهند وده برضو موجود من عند العطار، وكمان بتضيفي معلقتين من جوز الهند على الدقيق. حد يقول لي عايز عادي، انا النهارده هعمله بالفانيليا، يبقى هنستخدم الفانيليا السائله. كل المنكهات في ايدك وتقدري تستخدميها، وده بيستخدم مع وضع الماده السائله اللي هي البيض. اول حاجه جبت العجان او مضرب كهربائي لو هتشتغلي بيه، حطيت الزبده، دخلت السكر البودره، ولازم سكر البودره ينزل منخول على الزبده بالشكل ده. هنضرب الكلام ده كله ضرب مبرح لحد ما توصل معايا الزبده والسكر لحد عامل زي الكريمه بالظبط، ولونه فتح وبقى هش جدا بالشكل ده. هبتدي ان انا هنا بقى دلوقتي انزل بمقدار البيض، بيضه واروح اضربها والبيضه التانيه واروح اضربها والبيضه التالته وهكذا. ما بنزلش بمقدار البيض مره واحده. وبرده البيض يا جماعه بيكون في المطبخ معاكي بقى طالع من التلاجة بقاله ساعتين 3. هنا انا نزلت بالفانيليا مع البيض لان انا النهارده هعمله بالفانيليا عادي. زي ما قلت لك اي منكهات حابه تحطيها بتحطيها في الوقت ده بدل الفانيليا. تمام. بعد ما خلصت البيض هنزل بكميه الحليب بتاعتي وبرده هروح اخفقها، وده بيكون شكل المواد السائله كلها لما نزلت
مع الزبده والسكر. ده بيكون شكل القوام. نيجي بقى لاخر حاجه وهي الدقيق. حد يقول لي فين البيكنج باودر؟ لا، البسكوت النهارده ما فيهوش بيكنج باودر خالص خالص خالص، ولا حتى ذره بيكنج باودر واحده. انا حطيت بس شلت معلقتين من الدقيق، من كيلو الدقيق استبدلتهم بالكاستر ورشه الملح وخلاص على كده. نزلت بالدقيق منخول، قلبته في العجينه، اصبحت العجينه معايا ملزقه بالشكل ده، ما ينفعش تتمسك بالايد. عكس تماما عجين المكن. عجين المكن تقدري تشكليه بايدك براحتك خالص، علشان كده ده مكن. اما عجينه الكيس لازم تكون ملزقه عشان تنزل بسهوله من الكيس وما تتعبكيش. نيجي بقى للكيس الحلواني. الكيس الحلواني وانواعها انا اتكلمت عنها باستفاضه كامله برضو في فيديو البيتي فور، ارجعوا لانواع الكيس الحلواني. النهارده الكيس اللي انا مستخدماه كيس ب10 جنيه، ممتاز جدا معايا وبشتغل بيه. نيجي بقى للتب. عندك انواع كتير تب موجوده في السوق بتاعه البسكوت، المشط العريض والمتوسط والكبير. تقدري تجيبي اي نوع وكله بيمشي معاكي كويس جدا جدا جدا. انا النهارده مستخدمه تب رقم 3D، ده موجود عند اي محل بيبيع خامات حلواني، وفي 3 وفي دي 2 وفي 1 دي، يعني براحتك خالص. 3D 2D 1D براحتك خالص، المقاس الكبير والوسط والصغير زي ما انت حابه، كله هيبقى ماشي معاكي مظبوط. بقص الكيس، بحط التب، بحط العجين، وبحطش العجين كميه كبيره في الكيس عشان ايدك ما توجعكيش، حطي حته بحته. الصاجات مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص. ابتدي شكلي ايدك مرفوعه بزاويه منفرجه. لو عملتيه بالطريقه دي مش هيتعب ايدك ابدا، ولو مزودتيش كميه العجين في الكيس برضو مش هيتعبك ابدا. لقينا كده حاجه مشرشره على الجنب واحنا بننزل البسكوت من الكيس، بصباعك كده الصغير بالراحه كده وطبطبي عليها، هتنام معاكي خالص، مش هيبقى فيه اي شرشره فيها. وكمان برضو تقدري تستخدمي السكينه او السكرابر لو فيها حته عجينه نزلت زياده منك او اي حاجه، بتظبطيها بالشكل ده. خلي بسكوتك حلو، شكله حلو وشكله كده انيق، مبقاش فيه خربوش، مبقاش فيه حته عجينه زياده. حاولي تخلي الطول كله مقاس واحد علشان يديكي في الاخر شكل منمق ومنسق ومفيهوش اي مشكله خالص. البسكوت النهارده ما بيفرش خالص في الفرن، فتقدري تعملي جنب بعض ومفيش مشكله خالص، ما تخافيش ولا تقلقي من الموضوع ده. اهم حاجه احنا بنخلص تشكيل بنخبز على طول، مش بنركن عجينه البسكوت جنب مننا والدنيا حر، لا احنا بنشكله ونقوم مدخلينه الفرن مباشره. بالنسبه لطريقه التسويه، انا البسكوت بياخد حراره من 170 ل 180 ممكن 160 كمان. المهم ان تكون الرف فوق الاوسط تحت الشوايه على طول، ما بنشغلش الشوايه نهائي، هو الفرن بس اللي بيكون شغال من تحت وتوزيع وبنرفعه من تحت خالص عشان توزيع الحراره يبقى صح وياخد لون موحد من فوق ومن تحت ذهبي بالشكل ده. ممكن يقعد معاكي من 30 ل 35 دقيقه، مفيش مشكله، مش ورانا حاجه. عايزينه بسكوت لون حلو، النقشه ثابته، طالع مورد كده بالشكل ده ولونه ذهبي من تحت ومن فوق. ده بتكون شكل البسكوته. هنفتحها ونشوف شكلها من جوه، مقرمشه مفرغه، خطيره خطيره خطيره، مش محتاجين اي ماده رفع فيها خالص. بس كده، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجب حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، وشكرا ليكم، مع الف سلامه.